السلام عليكم. معكم الياس الشكري في another professional فيديو. والفيديو اليوم ايباد M2 اللي هي 6 جينيريشن اوكتا، يعني الاوكتا كور. اوكي، نمشيو للديتايز ديالها في تري تولز. فالديتاي في تري تولز هما كالعاده انها سي بي يو M2 اوكتا اللي هي باقا 100%. رد البال ان الفيرسون اللي فيها هي 16.4 يعني راه مده هادي ما خدمتش، معليش. ففي لاطات اللي حنا فيها رحنا في الاي او اس 18 اني فالايباد هادي ديجا ايفاسي الوغ هي لوست، ما ندخلوش فيها لي ديتاي ديالها. فاللي غادي ندير في هذا الفيديو هو انها السعه ديالها اللي هي 128 غنحاولوا نكبروا ليها السعه ديالها من جهه، والجهه الثانيه اللي هي موست امبورتانت هي اننا نبايباسيو الاي كلاود بالهاردوير سولوشن. ليتس جو. ستيب باي ستيب، شويه عليك الى انك تحيد كلشي. فانا كننصحك كحرفي باش ما يطلع لك الشبلان من الجنب وانت عنغينا عليه. اول حاجه دير حاول تسيباري الباتري على البلاصه ديالو. فالبلاستيك اللي درت على الباتري ما عندهاش شي دور اكثر ما هو الدور الاساسي، الا وهو تحاول تفصل الكارت مير على الباتري باش ما يوقعش شي شورت ولا شي حاجه وانت عنغينا عليه. فهمنا؟ هادشي اللي كاين. فلا رديت البال ان الوحش ديال الام 2 شيب اللي هو المايكرو بروسيسور ديال ابل الام 2 دايرينها فوقاش فوق الابل لوغو مباشره. ما عرفتش داك اللوغو واش من ميطال علاش دايرينه هما فوقو، الا هو مع السمك ديالو والتوزيع وتشتيت الحراره مع الهاوسين كامل. كيف ما كتشوف الميموار اللي مستخدمه الا وهي البي جي ا 315 بحالها بحال 14 او لا بحال 15. راه 15 و 14 نفس الميموار مي ماشي نفس المبدا. كندير وغنشرح لكم هذا الموضوع هذا بطريقه اخرى. anyway، فاللي عندنا ما نديرو، عندنا جوج ديال لي سوليسيون، الا هو نديرو جوج ديال لي شيب ونزيدو واحد لي كابس هنا ونقادو الموديفيكاسيون ديال هنا ونريستوريوها. عندنا ابجريد بروفيسيونيل. اولا شيء ثاني نكتفيو اننا نوصلوا غير 512 ولا 256 وتيكون انتهى الموضوع. ليتس جو. فكيف ما سبق ديجا وقلت انك عندك جوج طرق ديال الريباراسيون ديال الكارت. فالطريقه الاولى لو هي تخدمها وهي في الهاوسين ديالها في العظم ديالها، ولكن الا رديت البال ان الا خليت الكارت مير لاصقه على البادي ديال الالومنيوم، فالحراره اللي غتستعمل هنا راه واخا تستعمل 500 دوغري تقدر غير باش تهز الميموار تمشي معاك حتى لربع ساعه. علاش؟ حيت انت كتسخن هنا والحراره كدي عليك مع العظم تما بغيت، يعني مع الهاوسين ديالو. فالمفروض واسهل طريقه ممكن دير الا هو تحيد الكارت مير كامله، وتتبقى ثاني اسهل طريقه الا هو تستعمل اي حاجه اللي تحاول تخشيها من تحت الكارت مير، ياك، باش تفصل الكارت مير على الهاوسين وتكون الحراره بالزربه دير لك ليفي على مستوى الميموار. تفهمنا؟ فراه الموضوع كنظن سهل. هادشي اللي كاين. غادي نحاول نحيد الميموار وندوزو ديك الساعه البروغراماسيون ويدير الله خير. لاتس
كنسيليكسيونيو الميموار وكنمشيو كنعطيوها انها من الايباد برو 12.6 جينيريشن. اوتوماتيكمون كندوزو لاش لاننا نفورماتيوها، وهذه من جهه جود. لاتس جو. الخطوات اللي غادي نخبي فما نقدرش نافيشيهم بوغ لانستون، من بعد كلشي غادي نافيشيه. السلام عليكم. ومن بعد شبه الجمع ديالها ما مجموعاش كامله، ركبنا الفلوت ديال الفوق على حساب الفيس اي دي. من بعد الفلاش يكون ورك فاين، ما نضطروش لاننا عارفين نفلاشيوها. لونسيناها في الفلاش ونتسناوها تسالي ويدير لها الخير. ليتس جو. كيفاش لافير؟ افير وما فيها الاخر اخر ما كاين. ايباد اللي هي ام 2 اللي هي 6 جينيريشن. شتا 6 جينيريشن فوالا 12/9 كانت 128 رجعت 256 وتسناو الفيديو كيفاش مناش دازت. anyway ماشي هذا هو الموضوع اللي اساسي فيه. فما فيهاش اي كلاود كيف ما كتشوف، رد البال ما فيهاش اي كلاود. تشيك ديالها اللي هو السيريال نمبر نفس السيريال نمبر اللي كاين هنا. لونسيو شي تشيك، واخا لونسيتو غير دقيقه هذه نعاودوه ماشي مشكل. اشنو غيأكد لك هنا انها هي لوست. رد البال شتا 6 جينيريشن نفس الاس ان نفس العالم نفس كلشي، ما فيهاش اي كلاود. اذا تمت عمليه الباي باس غير بالهاردوير سولوشن. اللهم يسهل. نشوفكم في الفيديو. بيس اوت.